السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو ده هنتعلم كده تريكات واسرار الكروشيه علشان تبقي محترفة وما تطلعش زي ما انتم شايفين كده. شايفين القطعة دي هي نفس القطعة دي بنفس عددها بنفس كل حاجة، لكن دي معمولة بتركاية تخليها ان هي باينة كأن واحدة محترفة هي اللي عاملاها. شايفين هنا بصوا مفيش اي فراغات بين العواميد، في اول العواميد كل الفراغات واحدة. شايفين؟ وان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم هنا بقى من غير التركية. شايفين هنا العواميد بتبقى فيها فراغات من الاول ازاي. لو انت حابة تعملي كوفية كلها عواميد بس تطلع كده منتظمة من الجنبين، فالفيديو ده علشانك علشان تعرفي ازاي تطلعيها من الجنبين، وهي تركية سهلة جدا ان شاء الله هنتعلمها في الفيديو ده. وكمان هنتعلم تركية تانية في اخر الفيديو برضو هتعجبك، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا في البداية أول حاجة أنا هعملها سريعا. طبعا هعمل عقدة البداية وهبدأ أرتفع مجموعة من السلاسل، وليكن مثلا أنا هرتفع 10 سلاسل علشان أوريكم شكل الشغل بننهيه وبنبتديه إزاي. فهنا عملت 10 سلاسل. هبدأ طبعا عشان أنا هشتغلها عواميد بلفة فبرتفع 3 سلاسل، وفي تالت سلسلة دي ببدأ إن أنا أشتغل أول عمود بلفة. وطبعا هكمل كل السلسلة دي عواميد بلفة لحد النهاية علشان وقت الفيديو ما يطولش معانا، بس هوريكم ازاي العمود بلفة بيتعمل. بلف كده على الإبرة وبدخل في السلسلة بالشكل ده وبسحب وباخد خيط على الإبرة واطلع من 2، واخد خيط على الإبرة واطلع من 2، وده عواميد. هكمل بقية العواميد بنفس الشكل كده. هنا خلصت اهو السطر كله بعواميد بلفة. هبدأ بقى هنا المفروض ان احنا على طول اوريدي بنرتفع 3 سلاسل وبنلف الشغل وبنكمل. ده غلط لان كده هيعمل فروق بين العواميد في اول السطر. فهبدأ اعمل ايه، هلف الشغل واجي في اول سلسلة دي اللي طالع منها الخيط. شايفين؟ بدخل بعمل غرزة حشو. شايفين؟ وهاجي بعد كده شايفين الخيط ده، الخيط بتاع غرزة الحشو ده اهو، هدخل فيه كده واعمل غرزة حشو كمان، ويبقى كده عملت اول عمود في اول السطر. ودي اول تركاية معايا، وبعد كده بكمل عادي جدا العواميد بلفة لحد نهاية السطر. انا هكمل بقى العواميد بلفة لحد نهاية السطر علشان وقت الفيديو ما يطولش معانا. شايفين هنا هوريكم برضو لما نوصل لنهاية السطر ونبتدي سطر جديد. وهنا وصلت لنهاية السطر وهبتدي سطر جديد. بلف الشغل على طول وبعمل غرزة حشو كده وبسحب وبعملها غرزة حشو. باجي في الخيط ده شايفين اهو الخيط التاني بسحب غرزة حشو، وبكده ده اول عمود في اول سطر. وابدأ اكمل عادي السلاسل بتاعتي غرز عواميد بلفة في كل سلسلة هتقابلني. ودي اول تركاية معانا في الغرزة دي، سهلة جدا وبسيطة، وهتلاقوا بقى الفرق كبير قوي بين القطعتين لما تيجوا تعملوها ب3 سلاسل ولما تيجوا تقفلوا السطر بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها. شايفين؟ بتلاقوا القطعة نفسها بتبقى باينة ان هي باحترافية معمولة بانتظام كأن مكنة هي اللي عاملاها. ولو ان بصوا الناحية التانية برضو هي نفس الايد ونفس الغرز، لكن بتركاية واحدة تقدري ان انتي تخلي القطعة بتاعتك احترافية جدا. تعالوا لتاني تركاية، وهي الدايرة. لما نيجي بنعملها بتبان بداية ونهاية السطر، لكن شايفين هنا مش باينة خالص. ودي التركاية التانية اللي هنتعلمها في الفيديو ده. تعالوا نشوف هنعمل ايه في الدايرة دي ونقفل وننهي السطر ازاي. طبعا اول حاجة في بداية السطر بتاع الدايرة احنا بنعمل دايرة سحرية، وعلمتكم الدايرة السحرية بنعملها بطريقة سهلة جدا. واول حاجة بقى هبدأ ان انا اسحب الخيط كده وببدأ ارتفع سلسلتين، والسلسلتين دول مش هعتبرهم بمثابة اي عمود، لكن هكمل عدد العواميد اللي انا هشتغلها داخل الدايرة اللي هم 12 عمود. ببدأ اشتغلهم عادي، يعني اول سلسلتين برتفعهم ما بعتبرهمش اي حاجة وببدأ اكمل العواميد بتاعتي عادي. هنا عشان وقت الفيديو انا عملت 12 عمود زي ما انتم شايفين اول سلسلتين انا ارتفعتهم وقلت ما نعتبرهمش اي حاجة، هسيبهم وهدخل في السلسلة التالتة اللي هو اول عمود وبقفل بمنزلقة تمام بالشكل ده.
هبدأ ارتفع سلسلتين، ودول برضو مش هنعتبرهم اي حاجة، مفهومش اي حاجة. ببدأ اكمل العواميد بتاعتي عادي، بدخل في نفس السلسلتين في السلسلة اللي طالع منها سلسلتين عمود بلفة. وطبعا احنا عشان بنعمل تاني سطر بيبقى تزايد، فبنعمل في كل سلسلة عمودين بلفة. فهنا انا عملت عمودين بلفة وتجاهلت خالص السلسلتين اللي انا ارتفعتهم في اول السطر. شايفين؟ هكمل بقى هنا لحد نهاية السطر. وبعد ما كملت هنا لنهاية السطر، شايفين السلسلتين اللي انا ارتفعتهم؟ هتجاهلهم خالص وهدخل في السلسلة التالتة، واللي هو بداية اول عمود كده بالشكل ده، واعمل منزلقة. وده تاني سطر. شايفين مش باين معايا اي بداية ونهاية سطر خالص، لان انا عملت التركية اللي قلتلكوا عليها، ان انا برتفع سلسلتين وما بعتبرهمش اي حاجة، وببدأ اكمل الشغل بتاعي كأني ببدأ. طبعا عشان تالت سطر في الدايرة بنعمل واحدة فردي وواحدة تزايد. فالتركاية هنا في الدايرة دي علشان ما يبانش معاكي بداية ونهاية السطر، ان انتي ترتفعي سلسلتين وتتجاهليهم وكأنهم مش اي حاجة، ولا عمود بلف ولا اي حاجة، وتكملي سطورك عادي جدا بالشكل ده. هكمل لنهاية السطر علشان اوريكم هنقفل ويبقى شكلها عامل ازاي. وهنا كملت نهاية السطر. شايفين بقى هنا انا هقفل اهو. شايفين اول سلسلتين بتجاهلهم وبدخل في السلسلة التالتة وبعمل غرزة منزلقة. شايفين بقى هنا اهو مش بيبان عندي بداية ونهاية السطر خالص، وما بيبانش الفرق في الدايرة. ودي طبعا بتبقى احترافية لو هتعملي مفرش كبير، لو هتعملي سجادة، ما يبانلكيش اي حاجة من بداية ونهاية السطر. ودي طبعا هتخلي القطعة بتاعتك اللي بتعمليها ان انتي محترفة وعاملاها باحترافية، ويبقى شكلها حلو، لان الناس كمان اللي بتقدر الهاند ميد بتعرف اذا كانت القطعة دي معمولة حلو ما فيهاش اي غلطات ولا لا. لو عجبتكم الفكرة التريكات اللي هي بتاعت الكروشيه، ياريت تعملوا لي كومنت ان انا اعمل فيديوهات كتير منها. ولو اول مرة بتشوفيني ياريت تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب كمان للقناة، تعملي لي كومنت حلو ان انت استفدتي من الفيديو. وشكرا لكم لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.